إن شاء الله. بعد ما فزنا على بوليفيا 2-1 صعدنا إلى نهائيات كأس العالم بعد 40 عاما بهدف علي العماري اللي هو ابن المشرح ميسام، وهدف أيمن حسين. صاعدين أيضا إن شاء الله من دور المجموعات إلى دور 16 إن شاء الله. فرحة جدا كبيرة، صعدنا لنهايات كأس العالم. الفوز للعراق والفوز للأمة الإسلامية بحربها ضد الصهاينة ترامب ونتنياهو وكوشنر، هاي العصابة اللي هي تدعمها عار وأمراء الخليج. إن شاء الله النصر للعراق، النصر في كل المجالات، النصر في كل المجالات للعراق على مستوى الصناعة. ترجع معاملنا الكيميائية والورق ومصانع السكر والمصافي، نريد مصانع أيضا، يعني النصر عراقي نستمده من أسود الرافدين. يجب أن يكون منبع ومنتج العراق، لا يعتمد على مصدر واحد. فالرياضة دائما هي من تدفعنا لأنه تكون مصانعنا بعيدا عن ورقة التفاهم اللي هي معرقلة وضعتها أمريكا، وسيطرت على أيضا الجانب المالي، وكان نحن استعمال لهم. لا، اليوم فزنا وصعدنا، وهذه انطلاقة أن يكون لنا مصانعنا وتكون لنا شركاتنا ويكون لنا التقدم والنصر للأمة الإسلامية والجارة إيران على الوحوش من أمراء الخليج الفاشلين وترامب ونتنياهو وكوشنر، يهود متعصبين متصهينين. النصر للعراق، النصر لأسود الرافدين. مستشار نادي الميناء النفسي دكتور عبد الكريم زاهر الموزاني. وإلى الملتقى إن شاء الله في كندا والمكسيك وأمريكا إن شاء الله. تحياتنا.